زوجة بتقول: أنا زوجي مش بيحب أهلي، بيخليني أروح عندهم ومفيش مشكلة، يعني مفيش مشكلة ظاهرة، لكن مش بيحبهم ودايما بعمل معاه مشاكل علشان الموضوع ده. أول ما تيجي سيرتهم يكشر وما يتكلمش. هو مش بيتكلم عنهم وحش، لكن الحب مش موجود. مش عارفة أعمل إيه. هو مين اللي قال إن إحنا لازم نحب سواء كان أهل الزوج أو أهل الزوجة؟ المهم في الموضوع هو الاحترام والعلاقات المتبادلة بود وألفة. لكن الحب ده بتاع ربنا، وممكن جدا حد من العيلة يكون عمل حاجة ضايقته. مش لازم يعني نشرب الناس لينا بالعافية. لا، في ناس كتير ممكن يمروا في حياتنا ما نحبهمش، ولكن المهم بالنسبة لينا يكون بينا احترام، ما يمنعكيش عنهم في زيارات أو مناسبات أو غيره. بس ممكن أقولك على كام حاجة تعمليهم ممكن يزودوا الود والألفة شوية. أحيانا كتير أثناء التجهيزات بتاعة الزواج الزوج بيتعرض لمشاكل من أهل الزوجة. جابوا ده ما جابوش دي، ده ما عجبنيش. بيحصل احتكاك أثناء التجهيز، بيتسبب إن العلاقة يحصل فيها توتر. فتبقي محتاجة انتي بقى بذكائك تقربي المسافات، تتكلمي كويس عن الطرفين قصاد بعض وهم مش موجودين في نفس الوقت، وما تنقليش كلام مش حلو. أحيانا بتبقى الصورة الذهنية اللي راسمها الزوج عن أهل زوجته منها هي بتتكلم كلام مش كويس، أو تقوله ده قالوا كذا أو كذا. حتى لو نيتها طيبة بلاش تحكي الوحش علشان النفوس ما تشيلش، أو العكس، هو مثلا قال كذا عن أمها فتروح هي تحكي لأمها فتحصل توترات ومعاملة سيئة ممكن توصل لصدام أو مشاكل، وتكوني انتي السبب. كمان في الزيارات العائلية وانتي رايحة عند مامتك، اوعي أبدا لما ترجعي تعملي معاه مشكلة تقوليلي لا والله أبدا مش بيقوموني عليه، دي بتيجي كده بالصدفة. بلاش، وعايزاكي تاخدي بالك من الصدفة دي كويس قوي. هو بيحصل عنده ربط حتى لو كانوا هما كويسين وملهمش أي علاقة أصلا بالمشكلة اللي حصلت بينكم، لكن هو حصل عنده ربط إن بعد رجوعك من عند أهلك دايما بيحصل مشكلة بينك وبينه، وهو بيترجم ده جواه إن هما اتكلموا عليا وغيروكي وغيروا في استقرار البيت اللي هو عايش فيه. عشان كده خدي بالك من النقطة دي كويس. كمان الحكاوي بقى المباشرة عن عيلته، عن ظروفه، عن مشاكله اللي بتحكيها لعيلتك، عن عيوبه، عن تقصيره. ولازم تعرفي يا ست البنات ان خلاص زوجك انتي بقيتي سره، يعني بقيتي بير لأسرار كتير محدش المفروض يعرف عنها حاجة، مثلا زي العصبية بسبب توترات اتعرض ليها. هتشوفيه وهو بيتعامل مع عيلته. كل دي بالنسبة لك لازم تكون عندك سر من أسرار البيوت، فلو اتكلمتي عنها ده بيغير من طبيعة العلاقة بينك وبينه وبين الأهل. والنصيحة الأخيرة ودي أنا بعتبرها الأهم فيهم، لازم تزرعي في قلب زوجك إن عندك انتماء لبيتك وليه. دي مشكلة بتقابل الأزواج، إنه مش حاسس إنك عندك انتماء ليه ولبيته، وكل تركيزك وانتمائك لأهلك. لازم هو كمان يحس بحبك ليه ولبيته، ووجودك معاه في بيت واحد، مش كل يوم والتاني عايزة تروحي عند أهلك. وكمان ممكن توصل معاكي بالقعاد عند أهلك باليومين. صدقيني هو لو حس ان هو رقم واحد عندك وان البيت بالنسبة لك هو الأهم، النتيجة هتتحسم ليكي. احنا رتبنا مع بعض اليوم اللي بروح فيه عند أهلي، احنا متفقين، ومش بيكون هو قاعد في البيت لوحده، ولا أبدا هاجي على راحته ولا على وقته ولا على نظام البيت ونظافته. هروح وارجع قبل ما يجي من الشغل، او مثلا لو اليوم ده هو محدده انه بيخرج فيه مع اصحابه، يعني يا دوب بيرجع من الشغل يغير هدومه، لو أكل لقمة كده على خفيف، ويرجع ينزل تاني يقعد بقى مع أصحابه ويقضي اليوم معاهم. بعد ما بيخلص بيروحلك على بيت أهلك علشان ياخدك وترجعوا سوا على البيت. يعني في نظام، انتوا رتبتوا الأمور بينكم، وكل واحد فيكم ما بيجيش على التاني. يعني بيتي عندي في المقام الأول. ربنا يبارك في بيوتنا جميعا ويرزقنا المودة والرحمة يا رب. واشوفكم على خير مع كارمن. السلام عليكم.